إنما زي ما احنا بنفكر في الأعمار، إسرائيل بتفكر في الخراب. وكما نشر الأستاذ محمد جمال عرفة في صحيفة الأسبوع، نتنياهو بيلمح كل شوية إن ممكن يخوض حرب ضد مصر، وبناء عليها يتوغل جيش العدو الإسرائيلي في سيناء. وفي كتير من جنرالات إسرائيل بيتكلموا في هذا الإطار، حتى بعضهم اسمه إيهود عيلام أستاذ تاريخ عسكري في جامعة تل أبيب بدأ يتكلم على تفاصيل الحرب. بيقول إن سيناء فيها 5 مطارات، مصر بموجب كامب ديفيد ممنوع يكون فيها طيران عسكري، كل الطيران اللي موجود مدني. بدأوا في إسرائيل حاليا بيتكلموا إن لو حصلت حرب إحنا هنعمل إيه والمصريين هيعملوا إيه. وبدأ يقول واحد زي إيهود عيلام ده إن ال5 مطارات دول إسرائيل هتقدر تاخد 2 بسرعة، اللي هو مطار العريش ومطار طابة، ومصر تاخد 3 مطارات بسرعة، اللي هو بئر الجفجافة وبير تمدة ومطار شرم الشيخ. بدأوا يقولوا إن إحنا ممكن نعدي المضايق، لكن هنقف في السهول وهنخوض معارك شرسة في مواجهة إسرائيل. يعني الخلاصة إن دلوقتي في فكر عسكري توسعي إجرامي تخريبي في إسرائيل بيتكلم على حرب قادمة بين إسرائيل وبين مصر. بدأوا يتكلموا يا ترى وضع القوات الجوية في الطرفين هيبقى إيه، وضع القوات البرية هيبقى إيه، وضع الصواريخ هيبقى إيه، المصريين لما يعدوا القناة بكثافة نيرانية شديدة هيوصلوا فين وهيتصرفوا إزاي. إسرائيل تتحدث عن الحرب ونحن نتحدث عن السلام. إسرائيل تتحدث عن الخراب ونحن نتحدث عن الإعمار. إسرائيل ضد التاريخ، ولكن مصر تمضي أسرع من خطى التاريخ. حفظ الله الوطن وأذل العدو وأذل كل عدو. غدا طبعة جديدة، إلى اللقاء.